تعالى اديك فكره سريعه عن كورس البي ام بي وايه اللي احنا هناخده فيه. البي ام بي بيتميز بحاجه مهمه جدا، ان هو بيخليك او بيقويك في 3 اتجاهات مختلفه في مجال الاداره. اول مجال احنا بنسميه الويز اوف وركينج، الحاجه الثانيه الباور سكيلز او الليدرشيب، الحاجه الثالثه البيزنس اكومن او انك تبقى فاهم البيزنس اللي انت شغال فيه. طيب تعالى كده لو انت بصيت للبروسيس او اللي هي الويز اوف وركينج، انه مثلا بيعلمك الكورس انك ازاي لو انت عندك اي حاجه انت شغال عليها ازاي تعملها سكوب او نطاق عمل، تعرف اولها واخرها ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك في الموضوع. ان مثلا بالنسبه لموضوع سكيدول تقدر تعمل جدول زمني للحاجه اللي في ايدك ولا لا، وتقدر تعمل لها كنترول ولا لا، وتقدر تعمل الريبورتنج عن الموضوع ولا لا، وهكذا البادجت وهكذا الكواليتي وهكذا البروكيورمنت والريسك. نقط كتيره قوي سواء انت كمدير مشروع او حتى كمدير بس في ادارتك او حاجه. فالجزء الاولاني اللي بتتعلمه بشكل قوي هو البروسيس او الناحيه الفنيه كاداره مشروعات. طيب الناحيه الثانيه هي الليدرشيب او ازاي تتعامل مع الناس كبيبول، حتى بيسموه الاسم الجديد لمدير المشروع اسمه بيبول مانجر. فبيعلمك يبقى عندك ليدرشيب، بيعلمك ازاي تقرا الاخرين. يعني ايه تقرا الاخرين؟ يعني امتى تزعق وامتى تحتوي، وامتى تبين انك متضايق بس انت مش متضايق، بس عشان الموقف يستدعي كده بناء على اللي قدامك وبناء على الموقف اللي قدامك. وهنتعلم ما يسمى بالاي اي او الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. كل ده في الجزء الخاص ببيبول. وفي نفس الوقت وانت بتتعلم بروسيس وشاطر فيها، وبرضه بقيت ليدر شاطر عارف تحتوي الناس وتشتغل معاهم، لازم تبقى انت شاطر بقى في موضوع الانتجريشن وانك تبقى فاهم البيزنس. فهنتعلم الانتجريشن او ازاي تحط كل حاجه في اطار واحد تبقى شايف الصوره من فوق. هتتعلم تبقى راجل استراتيجي، ولما تقعد تتكلم مع الاداره العليا يقولوا الراجل ده فاهم الموضوع ومش بينزل مش بيغرق في التفاصيل. وهنتعلم ايه الفاكتورز اللي بتبقى محيطه بيك في الشركه او الفاكتورز الخارجيه، يعني اي مكان الامور العوامل يعني المحيطه بيك سواء جوه الشركه او حتى في العالم المحيط بيك. ده باختصار كده الثلاث حتت يعني بالبلدي كده اللي البي ام بي بيركز عليها.